النهاردة هحكي لكم واحدة من أعجب وأغرب القصص اللي اتذكرت في القرآن الكريم. قصة هاروت وماروت، الملايكة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم قدام الناس عشان يكونوا فتنة واختبار. القصة دي مش بس حكاية، دي مليانة عبر ومواعظ، وبتبين قد ايه الإنسان ممكن يضعف حتى لو كان عارف الحق، وقد ايه المغرور ممكن يوقع أي حد. البداية زمن سيدنا سليمان عليه السلام. زمان بعيد جدا كان فيه نبي كريم اسمه سيدنا سليمان. ربنا اداله ملك عظيم محدش اخده قبل كده ولا بعد كده، ملك الجن والانس والطير، وسخره الريح. لكن بعد الناس من اليهود لما بعدوا عن الحق بدأوا يتكلموا ويقولوا ده سليمان مسيطر علينا بالسحر. وهنا ربنا أراد يبرأ سيدنا سليمان ونزلت الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. في مدينة بابل اللي موجودة دلوقتي في العراق نزل ملكين عظيمين من السماء، هاروت وماروت. ربنا ابتلاهم بأنهم يعلموا الناس السحر، لكن مش عشان الناس تتعلم وتستخدمه، لأ، ده كان كله اختبار. والملائكة كانوا كل مرة يقولوا للناس احنا فتنة، ما تكفرش، ده علم خطر ما ينفعش تستعمله في الشر. لكن بعض الناس طمعهم في السيطرة والقوة خلاهم يتعلموا ويستعملوا السحر، خصوصا سحر التفريق بين الراجل ومراته. الناس اللي انجذبوا ليهم، تخيل المشهد ده كده، ناس كتير بتتجمع حوالين هاروت وماروت، منهم اللي عايز يعرف ومنهم اللي عايز يستخدم العلم ده في الشر. وكان الملائكة بيكرروا التحذير: احنا ابتلاء، لو اخترت تمشي في الطريق ده يبقى انت اخترت الكفر بنفسك. هنا بقى في روايات بتقول ان قبل ما ينزلوا الملائكة نفسهم كانوا شايفين البشر بيغلطوا ويعصوا، فقالوا ازاي دول بيعملوا كده؟ فربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وقال: طيب هننزل لكم الارض وتشوفوا انتوا بنفسكم هل هتثبتوا ده ولا هتقعوا فيه. ونزلوا فعلا، ولما عاشوا وسط الناس اتعرضوا للفتن، شافوا المال، شافوا الجاه والسلطة، وشافوا كمان النساء، وهنا كانت الفتنة أعظم. بتحكي بعض الروايات ان في امرأة جميلة جدا جات لهاروت وماروت، الناس كلها كانت مفتونة بيها، طلبت منهم انهم يعملوا حاجة عشان تنبهر بيهم، لكن قالت مش هرضى الا لو عصيتوا ربنا. الملائكة ترددوا، لكن الشهوة غلبت، وفي الاخر وقعوا في المعصية. وهنا لأول مرة ملائكة ربنا اللي كانوا أنقياء بقوا في موقف ضعف زي البشر بالظبط. بعد ما حصل ده ربنا سبحانه وتعالى خيرهم، يا إما عذاب الدنيا يا إما عذاب الآخرة، فاختاروا عذاب الدنيا، فاتحبسوا تحت الأرض في بابل لحد يوم القيامة. ومن يومها بقت قصتهم عبرة عشان الناس تعرف إن مفيش مخلوق معصوم غير اللي ربنا عصمه. السحر اللي اتعلموه الناس، والناس اللي اتعلموا السحر من عند هاروت وماروت استخدموه في الشر، لدرجة انهم كانوا بيفرقوا بين الازواج. لكن الآية وضحت: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني السحر نفسه مالوش قوة الا لو ربنا سمح انه يحصل ابتلاء. القصة دي مش مجرد حكاية عن السحر، دي اكبر من كده بكتير. بتقول لنا ان اي علم خطير لازم يتعامل معاه بحذر، وبتعلمنا ان حتى اقرب المخلوقات لربنا ممكن تضعف عادي لو اتعرضت للفتنة. وبتأكد ان السحر موجود لكنه ابتلاء ومالوش قوة قدام قوة ربنا. القصة دي عبرة لكل واحد فينا. لو شايف نفسك قوي ومش ممكن تغلط، افتكر هاروت وماروت. لو شايف نفسك انك ممكن تستسلم للفتن، افتكر ان التوبة مفتوحة وربنا ارحم الراحمين.